السلام عليكم، كيف حالكم؟ عساكم طيبين. معاكم سلطان وسلطان اكس دي. انا ادري ايش تقتوا لي يا اخوان، انا ادري. انا اسف. حاولت اني ارجع خلال ذي الاسبوعين يا اخوان، لكن والله اني ما قدرت نهائيا. شوف، انا حاولت اني ارجع للقناه، حاولت اني ارجع اصور مقطع كم مره، لكن الكاميرا خربت. فما ادري ليه. قبل شوي يعني حاولت احلها كم مره، ما قدرت المرات الماضيه. حاليا الحمد لله الامور زينه. اللي هو شبكته في مدخل يو اس بي مختلف، يعني مره شاطح بعيد وضبطت، فقلت يلا مقطع على طول. موضوع اليوم يا اخوان، اخوكم في الله. يا اخي خلاص، يا اخي أنا اوف والله ذي القصه حتكون طويله. يا حظكم، يمكن المقطع يوصل 20 25 دقيقه، انا ما ادري. لكن حتكون قصه طويله، بقول لكم قصه حياتي. اليوم فاضي ما عندي شيء، وبحاول قد ما اقدر عشان ما اتكاسف في المونتاج. ما بقصقص كثير في اللقطات، بحط المقطع زي ما هو. قال لك عفويه الحين. اول حاجه يا اخوان، اخوكم في الله اذا تتذكروا، تخرج من الجامعه. اول ما تخرجت من الجامعه بساعه. انت سلطان سويت 4، فرضت كل اوراقك حبيبي، سوي كذا كذا حبتين. شوفوا، الساعة 10 الصباح خلصت آخر اختبار في الجامعة، اللهم لك الحمد. الساعة 1 الظهر، 1 الظهر، إيه السلام عليكم أخوي سلطان. إيه، عندنا لك وظيفة في موبايلي، الراتب 5600 ريال، 5 أيام في الأسبوع ويومين راحة. دام، يلا. طبعا سويت المقابلة، قالوا كم يوم إن شاء الله ونرد عليك. بعد ساعة كذا طفشان. سلطان، لا سلطان لا، قلنا عفوي بس مو كذا. كذا طفشان تاكع الجوال. الله، ايفون لونه احمر، ايش مكتوب هنا دريكما. اتصال، دقيقة. اي السلام عليكم، مبروك اخوي سلطان قبلناك. دايم يا عيال، في ساعة قبلت. 1 الظهر، 1 الظهر سويت المقابلة. الساعة 3 مدري 2:30 كذا دقوا علي قبلناك. امسك هذا النموذج اعبيه. يا عيال كل شيء عندهم سريع سريع. يوه، ما بطوع عليكم بالتفاصيل المال امها داعي. تدري والله بخش في التفاصيل عنادا فيكم. سلطان ترى هذولا متابعين مو اعداء، مو يهود بني قريظه يا اخوي. عموما للناس اللي ما قد توظفت في حياتها، انا بديكم حاجه. الكلام اللي بتسمع في المقابله الوظيفيه نفسه، يعني شيء قريب من الكلام تسمعه وقت الزواج ووقت الخطبه. كل شيء قال فيه له كذب في كذب. واحنا بيئه عمل، ونحن عائله متواضعه، وراح نعطيك ايام راحه ما عندهم الا طقاع. يا عمي الموظف حق الموارد البشريه ايش قال لي؟ روح المستشفى الفلاني، افحص ايدز وافحص ايدز، ها، افحص كبد وبائي، وافحص انه ما فيك ايدز، وانه ما فيك. الو لا، وقالوا لي وقع على ذي الورق. اجي اوقع، ممنوع تتحرش بالموظفات. بالله هذا وجه واحد يتحرش، ولا وجه واحد فيه له ايدز؟ ياهو استغفر الله العظيم. والله يا اخوان، الفحص يقول لي ب 170 ريال. فحص ايدز، فحص كبد وبائي سي، فحص اللي هو اغراض الدنيا. ياه، هذا ايش يسوق امها. يلا اروح افحص. اي عندك فحص هذه ال3 امراض، المرض الرابع مو عندنا. يلا ما في مشكله، مشي الليله. 3 امراض، 450 كاش ولا شبكه. كف، مو كاش شبكه، كف احاسب يا حبيبي. الموظف قال لي 170، معاي 170، ايش اللي 450؟ اروح مستشفى ثاني. عندنا اليوم عروض مره حلوه يا اخوان، مسوين عروض على الفحوصات وكذا حلو. ابغى اسوي ذي الفحوصات، طبعا الموظف قال لي 170. اروح المختبر، طبعا المختبر اسمه انيس الخير، اعتقد اسمه كذا. ما شاء الله 3 امراض هذه نفحصها لك مع التخفيض يا عزيزي، التخفيض 25%، 900 ريال. يا عمي، عمي هذا اكسرها على راسي، اكسر اضربكم انت وياه. ايش اسوي انا يا عمي؟ وهذا اروح عنده، والله يا اخوي انا ما ادري، دبر نفسك. انا فحصت اخوي، فحصه ب 170. طب وانا؟ يلا ها هو. قعدت اسبوعين، لا مو اسبوعين، قعدت اكابر كل يوم اروح يا عم. البنزين انمسح البنزين مسح في يومين. يا عمي مستشفيات اخر الماب. دقيقة سلطان، انت مكثر العاب يا عمي. خريطة مو بماب يا الغالي، توي لعب كود 7. عموما يا عمي مختم الخريطة،
رايح جاي رايح جاي رايح جاي، وهذا عرض وهذا الحق عرض الافتتاح، كل شيء عندهم رخيص كذا. الفحوصات كذا 20 30 20 30. الشيء اللي انا ابغاه فحص الايدز، فحص اللي هو الكبد وبائي، وفحص على 350 450 500. يا لا يلا ها، قلت يلا الحل ما قبل الاخير. في مستشفى كذا قريبه في بيتنا كذا، مستشفى خاصه، خروا يمكن عندهم فحوصات. الاستقبال فاضي، الموظفين والموظفات وعوائل مو عوائلهم، كل طاقم العمل في المستشفى ده ما هو فيه تاكين في الاستقبال. حلو. انا دخلت يا اخوان، جدولوا علي الرجال كذا، الرجال والحريم وكذا كذا، واللي تاكي كذا، تعرف كذا تاكي كذا. شوف هذا الكرسي، تاكي كذا على الكرسي كذا ها يتفرج علي، واللي ما ادري ايش. دقيقة يدعون علي، ترى هذا الفحص مرة مهم وكذا ماسك ورق وشو. يا عمي خلي السماعة كذا، وهذا الفحص مرة مهم، وترى اسعارنا مرة كويسة ما عليك وكل شيء تمام. كم السعر؟ 450. حول ولا قوة الا بالله. قلت ابوي اسمع يا ابو سعود، هذا اعتبر استثمار، الاستثمار الانفستمنت زي ما درت كذا، استثمار يا ابو سعود، ادفع زياده حق الفحص، ساعدني يا ابو سعود، وفي المقابل مع ورات الموبايل اضبطك ان شاء الله. قال لي تمام. يلا دفعنا، واخيرا خلاص وقعت، خلاص ما حتحرش موظفاتك من بسطهم. طيب يلا بدينا نداوم. الموظف ايش قال لي؟ ركز ركز. حي الملك فهد، دوامك يبدأ 10 الصباح الين 6 المغرب. طيب ما عندك مشكلة. تعرف عاد اول يوم عمل الواحد يترك انطباع كويس، صح ولا لا؟ انا حضرت الساعة 9:30 قبل الدوام بنص ساعة. يا اخي الموظفين موجودين وطالعوا فيني. مين هذا؟ حياك، ايش تبغى؟ شريحة ولا؟ لا يا اخوان، موظف جديد انا. تعرف اللي كذا اللي حياك تفضل. ايش اسمك؟ سلطان فيصل. والنعم، تشرفنا اخوي سلطان. يهو ما في اهلا حياك الله. لا ما في. تدري مين اللي راح حفين؟ طبعا قعدت اللي هو نص ساعه 40 دقيقه تاكل عند كرسي الزباين، ما نعرف ايش اسوي. لا انا خاش معاهم جوا ولا انا قاعد برا، كذا عالق بالنص، وضع زي الزفت. حلو. بطارية جوالي في الانتظار هذا تقريبا ابو ساعه كانت 90%، صارت 10. واو. المشكله بس كذا اليوم ذا بالذات انخسفت من 90 ل 10. من بعد ذاك اليومكم ذا ولا مره صار زي كذا ان البطاريه تنخسف فجاه، ما ادري ايش صار، فلسعت ذاك اليوم، ما غيرتها ولا شيء زي ما هي. عموما فجاه كذا اكسل. طبعا هذا عرفت الشيء بعد انه هذا اسوأ موظف عندهم من ناحيه شغل مبيعات. يا عمي هو موظف، مهم موظفين. تخيل من المواقف اللي هو صارت له ايش، دوام وليلي. ان شاء الله قابلوني، ترى دوامك كل يوم ليلي. جاي في الطريق ان شاء الله. يا حبيبي دوامك بدأ، وينك؟ جاي في الطريق جاي. ما عليك. اسحب عليهم يا عمي، يتأخر وما ادري ايش، المحل فل زباين، شو يسوي؟ يروح يتكيله في الشارع. الزبدة هذا الموظف ايوه شايفينه، هذا الوحيد من بينهم كلهم قال لي يا حبيبي انت لك ساعة تاكي هنا، ايش وضعك؟ انا موظف. حياك الله يا مرحبا، قوم تفضل يا عمي، انا اقوم تجلس مكان، حياك تفضل. وخش هنا تبغى قهوة، شوف هنا في الحمام، تبغى مكتب موظفين، روح خش جوا استكشف الدنيا عادي، حياك الله يا مرحبا. حسيت اني داخل كهف ماينكرافت تدور دايموند والله كذا. وشحن جوالي بيخلص، قال لي امسك كذا امسك، شبك لي هو. يا عمي ايش ذا الانسان الاسطورة معاذ، الله يذكرك بالخير وين ما كنت، والله انسان اسطورة. عموما يا اخوان والله واداوم، جت الساعة 2. حلو. يلا يا سلطان خلص الدوام ارجع البيت. دقيقة خلص الدوام؟ ايش دوام 4 ساعات يا عمي؟ ايش الدوام الفلة يا عيال؟ دقيقة كيف دوام 4 ساعات؟ 4 ساعات؟ هذا الموظف قال لي لا يا حبيبي احنا هنا من 7 الصباح الدوام بدأ، انت الله يهديك جاي الساعة 10. موظف موارد بشرية قال لي حي الملك فهد الساعة 10 الصباح دوامك. طلع شارع الملك فهد في المنطقة المركزية حقت الحرم في المدينة المنورة،
وش اسمه ذا دوامي من 7 الصباح ل 3 العصر. واو. ايش نستنتج يا اخوان؟ اول يوم دوام لي متاخر ساعتين ونص، متخيلين؟ كله بسبب موظف ذا اللي يسوق امها، كل شيء قالوا غلط. اذكركم يا اخوان، وقتها اللي هو بعد المقابله ووقت الخطبه كل شيء كذب مره. خذها قاعده في الحياه لا تنساها ابدا. والله زي كذا يا اخوان. وقال لي طبعا المدير المشرف غث امي، غث امي. ف كذا ايش يقول لي؟ ايه يا سلطان طلعت شريحه موبايلي، لا قصدي نقلت رقمك موبايلي. اي نقلته خلاص تمام. جيب الورق. طبعا انا مره فرحان، مره فرحان. ايش؟ انه قالوا لي في دوام مسائي اذا تبغى من 3 الظهر الين 10 في الليل. لا دقيقه، من الساعه 3 الين 11 الليل. والله فرحت من الفرح، يدي كذا كذا ها كذا. جاب لي ورقه فيها كذا انا ما ادري مين، سلطان فيصل صالح، بس كذا اكتب كذا سلطان فيصل وتحت وقع. ماسك سلطان ليه ماسك الخيزران انا؟ دقيقه. قلم احمر كذا ها كذا ها كذا، حطي لي فراغ كذا كذا، والله فراغ كذا اقسم بالله كذا. اكتب في اسمك الكامل الرباعي. يا عيال سوق امها. جبت العيد انا طبعا عشان اداني الخبر اني مره فرحان انه في دوام غير الصباح، لان انا اكره الصباح اليوم ذا اكثر من اسرائيل، مره اكره الصباح. وقال لي في مساء على طول يا رجال يلا جيب. والله يا اخوان وش اسمه ذا، اجي اكتب اسمي الفراغ عيال صغير، يا عيال صغير، وانا خطه من اكتب كذا كذا. ايش كاتب الفراغ ذا؟ سلطان، بس خط كبير. بقيت افقع عين انا. لا امسكه كذا سلطان، شوف الفراغ كبير. اكتب كذا كذا ماسك القلم كذا مره فرحان. تخيلوا من الفرحه يد ترجف. سلطان كذا كلمه سلطان حاطه طلعت برا الخط. الله يهديك يا سلطان. دقيقه اطبع لك ورقه ثانيه. طيب انا معلش والله مره متحمس. قال لي يلا. جاب لي ورقه ثانيه. يلا اكتب، بس اكتب سلطان فيصل بريكيت بس، وتحت وقع يا اخي. يلا ها اجي اوقع مره ثانيه. هذا ولا تو موظف عندنا ذا ولا ورمى امه في زباله. جاب ورقه ثالث. تدري ذي المره علشان بس هو يدري ايش حيصير المره الثالثه. نفس يدي ترجف كذا. قال ايش اسمك؟ سلطان فيصل بريكيد. كتاب هو بس خليني انا اوقع بس. تعرف عاد بزر مو قادر يمسك القلم والله. وزي كذا. وقبل ما امشي نقلت رقمك موبايلي. اي نقلت خلاص. بعد شوي كذا تاكي شويه كذا. نقلت رقمك موبايلي يا حبيبي. انا قاعد اقول لك خلاص خلاص يا حبيبي يا فله خلاص. حاله هي هو مو قاعد يمزح، لا يتكلم من جد. دقيقه هذا قرف امي ذا. بعدها كذا انا راكب السياره راجع البيت دق علي. قلت هذا ليكون انا نسيت شيء ولا ما وقعت بصمه انصراف ولا شيء. دق علي والله ما امزح. اي السلام عليكم سلطان، لقيت رقمك موبايلي. يا حبيبي خلاص خلاص والله ما بالغ عشان تضحك، والله غف امي يا عيال خلاص. عموما والله انتهى يوم الدوام. ثاني يوم جيت اول يوم دوام لي مسائي. وهنا تبدأ سلسلة من الحزن، حزن عميق جدا جدا جدا. انا ما ادري ليه الفرع ذاك فيه له كارثة، انا ما ادري ليه. من ثاني يوم دوامي بدأ بسم الله. طبعا قبل ما انا روحت اطلع الساعة 2:30 الظهر. اخوي كذا طالع من الغرفة كذا بسروال فانيلة، امي كذا شايلة كذا تبسي فيه له سلطة وملاعق وصفر رايحة. اللي تو جاي من دوامه، واللي قاعد يلعب يستنى الغداء، واللي قاعد يساعد امي في المطبخ عشان الغداء. ما شاء الله. ايوه انا تو راجع من البيت، جاء وقت الفله والسهره، وسلطان قاعد يتجهز يروح الدوام. يا جاني حزن كذا طالع عليهم كذا. السلام يا اهلي. رحت اول يوم دوام والله كان معايا حزن يا اخوان، ما ادري ليه. اتوقع عشان ذا الموقف. يا عمي هذول مبسوطين وانا رايح زي الكلب اداوم عشان 5000 ريال يا شيخ. هو الراتب زين، بس انا ضد فكره الوظيفه يعني مره. يعني من يوم كنت صغير مره اكره شيء اسمه وظيفه، لكني من حد عشان اصرف على نفسي. كذا تاكل كذا. موظف شافني حزين كذا، قال يا ولد اشبك يا عمي، ايش فيك انت؟ ليه حزين يا عمي؟ فضفض. قلت له لا ما فينا شيء.
يا عمي اول يوم مقابل، اول يوم دوام، طبعا حقين الدوام الصباح وحقين المساء اشخاص مختلفين مو نفس الاشخاص. فهذا اول يوم دوام لي مع هذا الانسان ما اعرفه يا عمي، حتى اسمه ما اعرفه. قاعد كذا قال لي ايش فيك؟ قلت له يا اخي ما في شيء. قال لي يا عمي فضفض يا عمي، كلنا عندنا احزان، هات حزنك يلا. قلت له والله يا اخي اسمع، والله يا اخي مشكله ما ادري، بس حاس حزين يا اخي، شيء غريب يعني، بيئة عمل جديد علي، كل شيء جديد، ما ادري ليه يا اخي حاسس بحزن يا اخي. وقال لي يلا ما عليك والحياة حلوة. من ثاني يوم ترى بالوظيفة ركز، من ثاني يوم بدأت افكر قدم استقالة ولا لا. قعدت كل يوم اداوم 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 اداوم. يا عيال حزن ما راضي يروح، كل يوم الحزن ما راضي يروح. طبعا بعد من ثالث يوم دوام لي كلمت المشرف قلت له انا عندي ظرف وكذا ما اقدر اداوم، بس اذا ممكن اذا في شفت ليلي ابغى اداوم فيه. قال لي يلا داوم. هو كان انا طبعا دوام من الاحد للخميس، جمعه وسبت راحه. حلو يلا ها الربوع والخميس شو اسمه ذا ليلي يا عيال من 11 الليل الى 7 الصباح. حلو من الساعه 11 للساعه 2 يجوك زباين كذا قليلين كذا 3 4 زباين. من الساعه 2 الفجر الى 7 الصباح ما في احد. 5 ساعات يا عيال، 5 ساعات ما في احد نهائيا، ما في زباين. يا عمي الموظف كذا لابس شماغ، اعتبر ذا شماغ، لابس شماغ كذا كذا ازرير الثوب كذا فك امها كذا. حبيبي اطول دخان في العالم. ايوه تعال قرب، حياك الله، كيف حالك؟ طيب كيف الدوام معك الحين؟ ونسولف انا هو. يا عيش الدوام الاسطوري، تبدا وقعدنا نسولف انا هو وكذا يعني. يا عمي اطلع برا الفرع، طبعا في جنبي في فرع اس تي سي وفي فرع زين. حلو الموظفين كلهم نفس الشيء، رامي الثوب زي كذا فك ام حقت الثوب، دخان رايح دخان جاي، دخان رايح دخان جاي، دخان رايح دخان جاي. يا عيال ما في احد. انت الموظف طبعا هو ايش في الدوام الصباحي والمسائي معك 4 5 موظفين. في الدوام الليلي كيف النظام؟ في كل الفروع موبايل زين السي اللي احنا مداوم فيه عند الحرم. طبعا هي فروع ما تقفل، فاتحه 24 ساعه، مره ما تقفل نهائيا نهائيا نهائيا. حلو كذا يكون كذا دوام اخر الليل فيه فقط موظف واحد، حارس امن، عامل نظافه، بس ما في موظفين معاك، ما في مشرف يطالع عليك اللي يا ولد اشتغل ولا عدل ثوبك، ما في شيء. طبعا انا مداوم مع الموظف هذا، انا بحكم اني متدرب ما تقدر تخليني حالي، ما اعرف ابيع شرع يا عمي، حتى ما اعرف اسوي شيء. عموما والله يا اخوان داومت يومين، والله يومين حلوه يا اخوان. ايش ذا والله الدوام مره حلو، الدوام مره اسطوري يا عيال، ما في احد، تك على الجوال. جتني فكره يا اخوان، طبعا انا وقتها كان عندي سوني 5. حلو قلت اشتري لي هذا البلاي ستيشن بورتل ذا تتحكم فيه. يا عمي اخذه معي الدوام والعب كذا، العب سوني 5 بس من البيت، يعني كذا انا في الفرع كذا اشغل سوني 5 وهو في البيت والعب. والله ديم يا عيال. بعد يومين هذا انتهت، قال لي يلا دوامك صباحي ارجع، انت موظف جديد، موظف جديد لازم تداوم صباحي. ورجعت على الحزن مرة ثانية، كل يوم حزين حزين حزين. قاعد تجيني افكار استقيل ولا لا. الفكرة هذه متخيلين جتني من ثاني يوم. والله يا اخوان قعدت اداوم 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 اداوم. يا ربي يا ربي يا ربي، كل يوم اقوم من المخدة اطالع كذا اخوي كذا هو رايح كذا بسرعه فنيله ويلعب، واللي تاك على الجوال، واللي يساعده في المطبخ، كلهم على ذا الحال. كذا طالع اروح اداوم. حلو ارجع اخلص دوام الساعه 11، الساعه 12 ارجع البيت. حلو الساعه 12 ارجع يا اخوان، اقسم بالله كل الابواب اللي في البيت يعني الغرف حقتي كلها مقفله، نايمين، ما تسمع طبعا البيت انا سبلت، فما اقدر اكذب عليك واقول لك ما تسمع صوت المكيفات، سبلت ما له صوت، فما تسمع صوت الثلاجه، صوت الشفاط في المطبخ بس. وما في الا كذا لمبه واحده كذا شغاله كذا صفرة كذا في السيب، ما في اي احد. اجي اتك مع امي او والله اسولف معها 3 دقائق كذا اسمع، والله انا مره نعسانه ودي اسولف معاك لكن بكره ان شاء الله ناخذ علومك. 3 دقائق كذا بالضبط كل يوم، وتروح تنام وانا انام، اصحى تكي شويه كذا يلا على الدوام.
يا عيال شد الحياة الكئيبة، وكل اسبوع كل 10 ايام اروح للمشرف اسمه، لا حبيبي ايش اللي تقول اسماء بجيح انت؟ خلينا نسميه خالد منفلوطي، يلا خالد منفلوطي. حلو يا اخي تكفى. طبعا هو ما يقول لك يا اخي ما ينفع اخليك، يا اخي ما ينفع اخليك يا حبيبي، افهم الله يرحم امك، انت موظف جديد ليش تبغى تداوم ليلي يا اخي؟ طيب خلاص لا تصارخ يا اخي، يقهر. عموما خالد منفلوطي هذا كل مره يهزئني. يعني انا ناشب لهم، انا وجهي مغسول بمرق يا عيال، ابغى اداوم اخر الليل يا عيال، اخر دوام اسطوري. ليش يمنعني ما اداوم؟ لانه انا موظف جديد، انا كل مره قاعد اتعلم عن النظام، اتعلم وخلقه اصلا، حتى لو اني يعني نص في الدوام ما في احد يجي اصلا، ما في احد يجي الفرع خلقه. اخر الليل كله مكبر له شريحتين ثلاث، واغلبهم يجيك ياخذ لك شريحه ابو 90 ريال، تجيك 20 جيجا 500 دقيقه، او شريحه ابو 140 ريال هذا تجيك 50 جيجا 2000 دقيقه بس. يجيك يشتري منك شريحه وخلاص، وبعد ما في زباين لين نهايه الدوام يا اخي. يا عمي انا ادري لسه ماني فاهم النظام، لكن مع ذلك مقفل الباب. لا تحاول والله ما اخليك تداوم اخر الليل لحالك، توكل على الله، لانه هو تداوم ما معك موظفين مثلا علمك، ما في الا انت وعن نظام حرس امن زي ما قلت لكم، عشان كذا هم رافضين مره. يا عمي انا يعني تمر الايام وافهم في النظام اكثر، افهم في الباقات، اطقطق. لدرجه الموظفين ايش يسوي الموظفين؟ كذا تلاقي يتك على الجوال، تسمع كذا طق 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 طق، انا اتك على الجوال اطالع ايش فيه ايش فيه، يقول لي ها روح سوي شريحه بس. صار الموظفين يعتمدوا علي، ليش؟ اللي يروح بجهازي، يعني انا اخش كذا جهاز الموظف نفسه اللي فيه له ايميل اسمه ورقم السر معلوماته، ابيع منه شريحه. صاروا يعتمدوا علي الناس انه خلاص بدأت افهم النظام، يروح حل له ذي المشكله، يروح سوي له شريحه، روح سوي له اللي يبغاه، خلاص بدأت افهم الشغله. ما صرت اسال. يعني شوف طبعا انا كل يوم، انا طبعا جلست في موبايلي بالضبط 57 يوم بالضبط، بعد قدمت استقاله ومشيت خلاص يا عمي، قلت والله اموت ولا اكمل عندهم، الله يحرقها من وظيفه. طبعا المايك ما له دخل. طيب كنت يعني طوال 57 يوم هذه كل يوم اسال يمكن ما يقل عن 10-20 سؤال للموظفين، هم ما يقصروا معنا، عددنا يمكن 5 موظفين، يعني اسال هذا سؤالين، هذاك سؤالين، هذا سؤالين، ما ابغى ايش اكون ثقيل على موظف واحد، لا اوزع الحمل بينهم كلهم، فهمتوا؟ انه كل شوي اساله. اخر ايام قبل ما اترك الوظيفه يا اخوان، الاسئله تقريبا شبه وقفت خلاص. انا فاهم النظام، انا فاهم اعطال النظام، ممكن تجي هذا الشخص مثلا مطلع اكثر من شريحتين، اطلع له شريحه مثلا برقم الحدود، شريحه ثالثه، او مثلا يعني الزبده ايش افهموها الناس انه خلاص الاعطال وكذا مره اعرف اسويها، في مشاكل في شيء خلاص اروح عند الموظف خالد منفلوطي، السلام عليكم اخر الليل صح ما في برا طيب طبعا طوال ذي الفتره يا اخوان 57 يوم كل يوم اداوم، والله العظيم الجوال جنبي، انا حاطه جنبي ما ادري ليه، من بدأت الوظيفه حط الجوال جنبي. سلطان هذا الجوال هذا هو معاك، افتح الجوال، خش على الواتس، خش عند الموظف، قل له السلام عليكم انا ابغى اقدم استقاله ظروف خاصه، وارجع كمل نوم. يا عم وظيفه والله اني كارهها ما ادري ليش. طبعا انا فتره تجربه 3 شهور، خلال هذه الفتره يمدي المدير وانت بنفس الوقت اي وقت زي ما يقولوا يلا ها نترك الوظيفه، يعني ايش يقدر يقول لي اي وقت يلا توكل على الله ما نبغاك، او انا نفس الشيء، والقلب من القلب ابيض، اديني راتب حق ايام داومته وخلاص، وما لي اي شيء ثاني، لا مستحقات لا ولا شيء، وخلاص. فانا فتره تجربه يعني اقدر اسوي ذا الشيء وانام وعادل الموضوع بسيط. فكل يوم زي كذا ما خليت شيء ما سويته، استغفر، تكت في الحرم. طبعا انا كل يوم تاك في الحرم، كل صلواتي عصر مغرب عشاء كل يوم في الحرم حكم دوامي يعني، فانا تاك كل يوم في الحرم، حزين اداوم، حزين يا عيال مره حزين. في مكان في المدينه المنوره اسمه المطل حق شارع السلام، اذا حصلت لكم صور ولا شيء بحطها حلو، اذا حصلت ما اضمن لكم اني اتكاسل واسحب. هذا المكان تجلس فيه تجي له كذا اخر الليل كذا بعد الساعه 12 ما يجي له الا شباب، عوائل ما يجي له نهائيا، يجي له عصر مغرب ها، لكن في الليل كذا من بعد العشاء فوق ما في الا فقط شباب. المكان كله عباره عن كلهم كذا شياش ودخاخين وما ادري ايه وظلام، ما في لمبات.
فما تشوف اللي جنبك نهائيا، حتى لو قاعد جنبك ما تشوف ولا شيء، ظلام. تكفيله هدوء، تطالع على المدينة منورة بالكامل، قدامك الحمر، لا قول همر، لا تستحي. قدامك الحرم، ويسارك اللي هو العزيزية، ويمينك سوق الخضرة، تطالع على كل الأحياء. هناك روحت هذاك المكان كنت اروح ايام الجامعه عشان افكر اصفي مخي او احل الواجبات، او اني اذاكر الاختبارات اذا مره متكاسل اروح هناك. ايش حوالينك؟ تراب، ما عندك اي شيء تسويه، الجوال وضع خلاص ذليتكم عند جوال احمر، ذليتكم. ما حولك ولا شيء، الجوال وضع الطيران، انت والفرشه وشاهيك ولا قهوتك وافكارك. اسرح ساعتين 3 ساعة ونص 4 ساعات، ما حد حولك، انت وافكارك، خلاص ما في شيء لهيك، لا جوال ولا غيره. رحت ذاك المكان، طفيت الجوال، قعدت اصفي مخي، يا اخي اترك الوظيفة ولا لا؟ ايش الايجابيات؟ 5 ايام دوام، لا قصدي يومين راحة، دحين وظائف في كل مكان 6 ايام الله يقلعهم. يومين راحة، الناس يحبوني طبعا هناك، ما ادري ليه. شوف انا صار ربي كاتب لي قبول، الحمد لله. ممكن حتى هنا في اليوتيوب، في الدراسة، في ابتدائي متوسط ثانوي جامعة، الطلاب والمدرسين دائما يحبوني، شخصيتي يعني الناس يحبوني الحمد لله. ففي موبايلي هناك أنا طبعا دخلوا معي موظفين 2 جدد وانا ثالثهم، كلنا توظفنا بنفس اليوم. حلو، كلهم يعني الموظفين صباح ومساء يحبوني مرة الحمد لله. موظفين معاي اللي يعني يعاملهم كذا، اللي ها كيف حالك، طيب ايش اخبارك، كيف الدوام، انا سلطة كيف حالك، ايش اخبارك، كيف الدوام معاكم. كلهم يحبوني مرة ويسولفوا معي الحمد لله. يعني من الايجابيات في وظيفة يومين راحة، الراتب 5000 ونص ما شاء الله، مهما اصرف ما يخلص، وبزي الجامعة 900 ريال. وش اسمه ذا، غير الراتب غير الموظفين يحبوني، اتوقع هذه الايجابيه. في ايجابيه يا عمي، تحط كل الاشياء بالدنيا ما فيها هنا في ميزان، والايجابيه هذه الحاله ما فيها، الميزان بيرجع فوق. صلواتك في الحرم، الصلاه في الحرم حق مدينه منوره اذا ما خاب ظني ب1000 صلاه، عصر مغرب عشاء، يعني كاني كل يوم اصلي 3000 صلاه. انت متخيلين؟ غير الصلاتين هذه خلينا نقول 3200 صلاه يا عمي. دام صلاتك في الحرم، يومين راحة، موظفين يحبون، راتب 5000 ونص، هذه إيجابيات. في سلبية واحدة غطت على ذا كله مع الأسف، حتى على الصلاة في الحرم، إني حزين يا عيال. 57 يوم كاملة حزين يا أخي، حزين يا أخي، حزين. وغالبا أنا بقول لكم السبب الأتوقع أني ما ريحت يا عمي، من باب الجامعة على باب الوظيفة. فشي غريب، زي كذا قعدت افكر في المطل هناك، انه هذا الايجابيات وكذا. حتى المطل ما قدر يساعدني يا عمي، لا مخطط، لا المطل، لا اني اتكف في الحرم افكر. الحزن ما هو راضي يروح، راح بس اذا ما سويت حاجه واحده. السلام عليكم، اشوفكم على خير يا اخوان، انا اقدم استقاله. ليه يا سلطان؟ والله يا اخوان خلاص انا تعبان. يا حبيبي يقول لك ما تترك الوظيفة إلا بوظيفة ثانية. حبيبي ما أبغى لا ذي الوظيفة ولا وظيفة ثانية، أنا أبغى أرتاح يا عمي. لي 2 سنين عفنت في الجامعة، 2 سنين متأخر عن التخرج، ترم صيفي كذا. أول ما خلص دراسة أم أبوي سجل ترم صيفي، سجل 45 يوم بس وبعدها ارتاح بجازة لين تطفش. حلو، أول ما خلص ترم صيفي يوم الأحد اللي بعده دراسة، يسوق أمه يا عيال، أسبوع واحد إجازة. أنت متخيل إجازة السنوية أسبوع واحد، 2 سنين، 2 أسبوع إجازة السنوية الإجمالي؟ أنتم متخيلين يا أخوان؟ ومن باب الجامعة باب الوظيفة، شوف هي نعمة إنك تتوظف على طول، غيرك تكي بسنين عاطل، لكن هذه كانت نقمة علي بالنسبة لي أنا، فهمتوا يا أخوان؟ والله ما تهنت في الإجازة، والله ما تهنت. فعموما أتوقع هذا سبب حزني، إني دائما أبغى أريح، وهم يقولوا لا يا حمار إيش اللي تريح، ورع أنت. والله جد حبيبي، ورع حمار أنت. في واحد إيش قال لي كل زق انت وراحتك. ما امون عليه، حتى قال له شوف انا وانت لسه ما نمون على بعض، ولكن اسمح لي بس كل زق انت والراحه اللي تبغاها، راحه ما انت مريح يا حبيبي. تكي هنا، تبغى تروح تبغى اطلع ما عندك مشكله، بس بوظيفه ثانيه. هذا شيء انا ادري عنه، ما تترك الوظيفه الا بوظيفه ثانيه احسن منها. لكن ايش يا اخي يا عيال، ابغى اريح يا عيال، 2 سنين كامله اريح في الاسبوع، في السنه اسبوع واحد بس.
غير ايش يقول لي انا 20 سنه ما ريحت. حلو، انت موظف، ايوه من 20 سنه، من 20 سنه. كم اجازتك السنويه؟ تقول لي شهر، شهر ونص، شهرين. طب انا اجازتي السنويه اسبوع، اسبوع ما ريحت يا اخوان، ما ريحت. اخر شيء سويته رحت عند خالد منفلوطي. والله اني انتوا قرفت مني قبل ما هو ينقرف مني، انتوا قرفتوا والله قرفتوا. كل شويه كل 10 ايام ايه السلام عليكم، ابغى دوام، اطلع برا. دوام ليلي ما في، اطلع برا. طيب خلاص، انا قلت خلاص ما راح اساله بعد ذي المره، خلاص قفلنا على الباب. ايه وانا رايح تعرف عاد هو الحرم قريب مره من الفرع، فهمتوا؟ ف 3 دقائق 5 دقائق مش انت واصل الحرم. وانت رايح دائما تقابل موظفين، لازم تقابل ناس موظفين معاك من الفرع او المدير. صدف انه المدير جاء معايا، يلا سلطان تعال خوينا خلينا نروح نصلي في الحرم. يلا رايح مع المدير. كيفك ان شاء الله مع الشغل سلطان؟ مرتاح؟ مرتاح ها؟ ايه ابغى اقدم استقاله. ليه يا ولدي؟ والله انا ظروف خاصه. انا قلت لهم سبب الاساسي بريح وكذا، لكن هو ما قدرت. مهما كان يا اخوان، شوف تعاملك مع الموظفين مع اهلك شيء، وتعاملك مع المدير شيء ثاني. هو موضوع لا ارادي، تتصرف تصرفات غريبه، مو غريبه اللي ما تتصرف بها بالعاده، لانه ايش؟ هذا مديرك، هذا يقدر يرسلك بيلاحظ، يقدر يوظفك، يقدر يسوي اي شيء، فهمت يعني؟ هذا شيء مقام كبير. فحاولت اقول له بس ما قدرت يا اخوان، والله ما قدرت. قلت له انا ابغى استقيل، انا ابغى ارتاح كذا. قال الله يوفقك يا ولدي يعني هذه خطوه صعبه الواحد يتخذها، يعني من اصعب الاشياء الواحد يتخذها في حياته. انت فكر في الموضوع كويس. ورد لي خبر، والحين احنا الحين راح نصلي عيشه في الحرم. كانت اخر صلاه لي معاهم في الدوام. والله اني حزنت مره وانا اقول ذي القصه. رحت معاهم اصلي الحرم وزي كذا. والله دام قال لي انت فكر في فكر ايش اللي دام انا لخبطت. قال لي فكر وانت في الصلاه، وفكر وانت راجع في الطريق الراجع. انا بجهز الايميل، ان كانك خلاص اتخذت قرارك انك مره صامل تبغى تترك وظيفه، قل لي وانا اضغط ارسال على الموارد البشريه وخلاص الموضوع عندهم. قلت له تمام. انا خلاص رحت والله فكرت تفكير اضافي وكذا. والله يا رجال لا تحاول يا عمي، 57 يوم حزين بالله عليك. بس بنروح هذه الحرم ورجع هذا في هنقول في ربع ساعة يعني، مع الصلاة مع كله بيتغير رأيي؟ طبعا مو متغير رأيي. قلت له خلاص اضغط زر الرسالة. بس هي قبل ما ترسل بالله قل لهم ابغى داوم 10 ايام زيادة. حلو. انا كان راتبي 5625، قسمتها على 22 يوم اللي هي ايام الدوام، 8 ايام راحة اللي هي خميس وجمعة. طلعت بالضبط يوميتي $50، 187 ريال ونص على كل يوم اداوم فيه. قلت دقيقة، قلت لو اداوم 10 ايام زيادة هذه فيها $500، 1875 شيء زي كذا. ديم قلت اي قلت له اسمع انا ابغى اداوم 10 ايام زيادة، يعني فترة انذار 10 ايام زيادة بعد اترك الوظيفة. قال لي تمام. ارسل الزر خلاص ارسل الايميل. حلو الكلام ذا يوم 7 ميلادي، شهر 11 يوم 7 ارسل الايميل، يوم 8 ويوم 9 اجازتي. حلو يعني هذا كان اليوم ما قبل الاجازه. رحت قدمت الاستقاله وكذا، ايش انه عشان انه ايش اجازه يومين، ارجع اداوم 10 ايام بعدين خلاص امشي. اجي بعد يومين بعد ما جيت الاجازه وانبسطت وطلعت وفليتها مع بويز مع النيجز، وانبسطنا وفرفرنا. جاء الدوام. اخ يا الله. السلام عليكم يا اخوان، كيف حالكم؟ طيبين يا اخوان؟ يلا خليني ابصم. قول الباقي. يلا ها الرقم السري من 1 ل 6 طبعا. 1 2 3 4 5 6. هذا المستخدم غير موجود. يا عم ايش ذا؟ طبعا ابغى ابصم في النظام عشان ابدا داوم. دقيقة شكلها عيني وسخة، انا ايش فيه؟ كتبت الرقم غلط انا. من 1 الين 6. 1 2 3 4 5 6. هذا المستخدم غير موجود. هذا المرة كتبتها تك بدون ما لخبط. النظام خربان. يا طبعا كان خوي موجود جنبي، قلت له بصم، خش بحسابك بصم. خش عادي بصم. اجي انا اخش هذا المستخدم غير موجود. رحت شغلت البي سي حقي، طبعا كل واحد له بي سي. رحت طبعا له يعني مكتب دائما هو يداوم فيه، معروف سلطان في المكتب الفلاني هنا خلاص دائما، فهمتوا؟ عادي نغير بين البي سيات يعني نبدل بين الطاولات وكذا، لكن ايش خلينا نقول تنظيم احسن. والله يا اخوان رحت عند البي سي حقي، يا ولد شو السالفه؟ اخش اشغل الايميل
نحيطكم علما عزيزي سلطان فيصل بريكيت، نحيطكم علما بأنه تم تسجيل استقالتكم، شيء زي كذا اللي يتوقع عليه. الله ضف وجهك يا عيال، يا عيال ايش السالفة؟ احا يا عيال انا ابغى اداوم 10 ايام. هذا طبعا ايش اسوي عيال الذين انا لما كنت بداوم 10 ايام، انا اذكركم اني انا لسه فترة تجربة، من اصل 90 يوم دومت 57 يوم، يعني باقي لي كم؟ باقي لي شهر و3 ايام. حلو. كلمت جيت لقيتهم فصلوني عيال الذين، الله لا يوفقكم والله مرة قهروني يا عيال، لا حول ولا قوة الا بالله. قلت تدري يا شيخ الحمد لله على كل حال، ويلا يا اخوان نشوفكم على خير. لو سمحت اخويا ابغى شريحة. يا اخي انا مرة احب اني ابيع شرايح يا اخوان، احب كذا الطقطق كذا بالكيبورد وكذا، والله مرة احب. يلا نبيع لها شريحة، مع ان انا ماني موظف في النظام، بس يلا نبيع شريحة. طق بعت لها الشريحة. لو سمحت اخويا سلطان ايش تتكلم كذا؟ ابغاك تشحن لي كمان رصيد 10 ريال زياده. يلا ها، ترى موظف، ترى بس معلومه موظفين الشركات ترى من البي سي حقه ترى يقدر يشحن لك رصيد مبلغ اللي تبغاه، ريال، ريالين، 10 ريال، 1000، مليون، يقدر. اذا قال لك روح بن داوود ولا قال لك ما النظام كذاب، انا اقول لا بالفم مليان كذاب، يقدر يشحن رصيد ترى من النظام عنده. حلو. فقالت لي اشحن رصيد، شحنت لها رصيدها هي طبعا جده، قلت لها روحي بن داوود، احنا بالعاده المدير يقول لنا لا تشحن، هذا الشيء يضرك، لا تشحن لها رصيد من النظام، خليها تروح تشحن عن طريق الخدمه الذاتيه ولا بن داوود. فش اسمه ذا، جيت ابغى اشحن لها، شحنت لها رصيد 10 ريال. حلو. شريحه 35 شحنت لها رصيد 10 ريال، هذه 45. طب احنا في عندنا خزنه في الفرع تحط فيها الفلوس حق نهايه الدوام، انا خلاص جيت بمشي البيت، هذه الفلوس 45 ريال حطيتها بالخزنه ومشيت. دق علي المدير ثاني يوم، سلام عليكم عندك 90 ريال سددها. سدد ايش؟ انت بعت شريحه الزبون ب 90 ريال وما دفعت قيمتها فسدد. يا رجل بعت شريحه ب 35 و10 ريال رصيد، اللي جنبي شاهد. لا شوف حسب النظام عندي 86 ريال ما سددها لو سمحت، كاش ولا شبكه؟ كف يا بهذه قال لك كاش ولا شبكه؟ والله ما سدد. لا حول ولا قوة الا بالله. ونشب لي وقال لي تبغى تسدد ولا لا؟ قلت له ماني مسدد والله ما اسدد. يا عيال بعت شريحة ب 35 ورصيد ب 10، 45 90 ريال من وين جت ذي؟ قال لي طيب. ثاني يوم يدق علي المدير حق المالية، حق اللي يختص بالفلوس ما الفلوس، قال لي يا سلطان اول شيء ما ينفع، هذا الشيء حيكون يعني عار وبصمة عار عليك في ملفك الوظيفي، انه ايش؟ انه هذا الموظف على مستحقات الوظيفة ما يسددها وكذا، فهذا شيء ممكن يخليك ما تتوظف. عرفت انه يوقف طريقك، الشركات يجي يوظفوك يقولوا هذا الشخص ما عنده امانه ما يسدد المستحقات، فقالوا لي لا ماش. فقلت يلا اسدد، استغفر. طبعا انا ما حلفت، انا الحين قاعد احلف اقول والله ما اسدد انا، او ترى ما حلفت اول عشان تكون في الصوره، بس عشان ذمه يعني براءة ذمه. فرحت وسددت الحمد لله على كل حال، وقالوا لي يلا ينزل لك الراتب ان شاء الله مع الرواتب. طبعا الرواتب كم اتذكر كان بقيله، انا كم يوم 7 قدمت استقالة، يوم 11 سددت، كان باقي اسبوعين على الراتب. حلو. كان الراتب عندي في موبايلي يوم 25. والله جاء الراتب. طبعا انا داومت اسبوعين قبل ما اقدم استقالة، يعني اسبوعين، وهذا كم حقها 2700 ريال، نص راتب يعني، صح ولا لا؟ جت الرواتب ما جاء شيء. يا عيال الو، يلا ما في مشكلة، يمكن 10 ايام كذا اكلمهم يقولوا لي ان شاء الله 10 ايام، او يمكن على الراتب الجاي يتاخر، اللي هو ايش نشوف انت كم داومت وش لك وش عليك. قلت يلا. يجي الراتب الثاني ما جاء شيء يا عيال. كل يوم اكلمهم المدير، من كثر ما اكلمه لا والله مو كثير، كلمت يمكن 3 مرات، صار ابن الذين يشوف رسائل ما يرد، الله يقلع. المدير يشوف رسائل ما يرد، حق الماليه ما يشوف رسائل لا الماليه كويس، حقين اللي هو الموارد البشريه يشوف رسائل ما يرد. يا عيال الله يقلعكم. كانوا يقولوا لي بعدين ايام فلان ان شاء الله ينزل لك، الوقت فلان ينزل لك، بشوف موضوعك ان شاء الله وارد لك. ما عاد يردوا. كذا النظام. تمام. الله يعز السعوديه ويعز ال سعود، في موقع اسمه التسويه الوديه. حلو. الموقع هذا يا اخوان، اذا مثلا في مشكله بينك وبين الوظيفه، مستحقات ما جاتك اي شيء، زي ما يقول ترفع قضيه بس من النت، ما تروح المحكمه، ترفع قضيه عليها. كذا النظام. تمام. انا سمعت قضايا انه يتكلم الشركات وكذا ما يطنشوك، اول ما ترفع شكوى ويجوك على طول، ايه يا سلطان تبغى فلوسك، يلا كان علمت تبغى فلوسك. قلت يا رب صار لي. رفعت عليهم شكوى يوم الجمعه،
يوم الجمعه ايش عدم سداد المستحقات يا اخوان. بعد ما قدمت استقاله ب 44 يوم انا خلاص طفح الكيل يا عيال. 44 يوم انزل لي راتب، انزل لي ريال واحد، هلا لما نزلت لي يا عيال شو السالفه؟ رفعت عليهم شكوى، بعد 3 ايام قالوا لي حنحول لك راتبك اليوم. حلو، حولوا لي الراتب يا اخوان. انا طبعا وقتها تو صاحي 23 ريال ايداع راتب. دقيقه يا عمي، تو صاحي قمت من النوم على ايداع راتب، اخيرا ايداع راتب 23 ريال. دقيقه بروح اغسل وجهي يا عمي، ايش ذا النعاس؟ صار 23 ريال، اروح اغسل وجهي اجي لسه 23 ريال. يا عيال كيف راتب 23 ريال كيف؟ والله طالع الا دقوا علي موقع حق التسوية الودية، قالوا لي الموظف حول لك الراتب. خلاص تمام. قلت له لا والله مو تمام، حولوا لي 23 ريال. الموظف قال لي كيف؟ قلت له 23 ريال. قال لي بالله اصور له والله مجد 23 ريال. قال لي تمام. جلستك في المحكمة طبعا عن بعد، يعني عن بعد. بعد كم يوم والله حضرنا وقالوا لي طيب يا اخوي سلطان شو الاشكاليه؟ احنا حولنا لك الراتب. قلت له فعلا حولت له الراتب كثر الله خيركم، لكن 23 ريال. قال لي دقيقه اشيك، ارسلت له صوره. قال لي والله مجد 23 ريال تمام. والله طبعا جلسه المحكمه احس بايش كل واحد كذا، لا يا قاضي كذاب ما حول الراتب الا حولنا، لا والله طلع لا الوضع حبي ونضحك وكلنا شباب. ما عاد هذا خلينا نقول القاضي او اللي المصلح بيننا رجال كبير شايب يعني كذا، اللي جاد شويه كذا. اما احنا كلنا شباب، اللي ممثل شركه موبايل المحامي وانا، الوضع حبي وضحك وكذا. وخلاص سلطان انت مبلغ راح نحول لك 2754 ريال. انا كنت حسب يحولوا لي 2200، حتى قالوا لي كم تطلب؟ كنت اقول ابغى 2200. قالوا لي لا مو 2200. قلت يا ليل شكله بيطلع 1000 ونص، لا حول ولا قوه الا بالله. قالوا لي مو 2200 2700. 500 ريال زياده ديم. بس باقي لك 50. هلا لا ما نقدر نحول لك، يعني نقدر نحول تسامحنا فيه. لا يا عمي يا سامح خذ لك هديه. قاعد يضحك قال لي سلطان ايش حتى الضحك كمان تقلدها كمان تسوق امها. والله وحولت له قلت له خلاص اسامح. قالوا لي خلاص 10 ايام ان شاء الله والراتب عندك. انا حطيت في بالي قلت ما بس ما بحط في بالي انه خلال 10 ايام وكل يوم اقول ها نزل الراتب. بحط في بالي انه ما حينزل الا بعد 10 ايام وخلاص عشان ما اشغل بالي. حلو 5 ايام كذا ايداع راتب 2754 ريال دام. طبعا ما تهنت فيها يعني تايبي كذا قالوا ايوه كذا. تعرف حق العصابات في الافلام اللي كذا عليك مديوني ب 1000 ريال سوني 5 يا الغالي. لوتوني تابي. سددت لهم 1000 ريال، قفلت قسط السوني 5، سددت هذول من هنا بقي لي 1300. ايش سويت؟ قلت طيب انت دحين سلطان ما عاد بينزل لك راتب. سددت فاتوره النت 3 شهور قدام، ورحت بن داوود. طبعا بعد ذيك الزياره الفرع قفل بكم يوم، ذاك الفرع مره حبي من ايام حضرت جو، كان له ذكريات حلوه. رحت الفرع وقضيت يا عمي كاب 150 ريال، اخذت لي تقريبا 25 كنزه كنزه ما شريت ديو نهائيا. لا والله من جد رحت هناك شريت كل الكنز اللي في الثلاجه، ما بقي شيء. كم كان تقريبا 15 كنزه شلتهم كلهم لوتهم، والباقي كملت ديوس وحمضيات كذا. حلو واخذت لي مجمدات وعلب مايونيز طبعا المايونيز سمعته مره زفت الحين، مره زفت سمعته الحين. واخذت لي علب كاتشاب وفشافيش. خلاص يا عمي ما زال لي راتب وبس. والله هذه قصتي مع موبايل يا اخوان. طبعا السؤال المهم، اهم سؤال، هل انت ندمان يا سلطان تركت موبايلي ولا لا؟ خلونا اسولف لكم يا اخوان عن قصة اول ايام بعد ترك الموبايلي. سلطان خشمه كبير، شفط الهواء على المتابعين. لا اسمع والله من جد بعيد عن المزح. الهواء له طعم. سلطان ما شاء الله معاه دورق. دقيقة لازم اشرب ماء قدامك. بسم الله. والله دام المويه لها طعم. اتابع الانستغرام كل المقاطع تضحك، كل شيء يضحك. اتابع سوني كل العب سوني كل الالعاب حلوه، الحياه حلوه. اهلي ايش فيكم انتوا كذا صرتوا مره كذا الجلسه معكم حلوه يا اهلي. اركب سياره كذا الله ايش ذي السياره حلوه يا عيال. الحياه كذا تحسنت، الحزن وكذا كله راح،
كله راح. يا عيال الحياة رجعت لي كذا، تعرف كذا اللي كذا كنت جسد كذا بلا روح، رجعت للحياة يا اخوان. الله، حياة حلوة يا اخوان. طبعا في مقطع انا صورته قبل ما اترك موبايلي بكم يوم يا اخوان، ازرار الثوب مفتوح. طبعا صورته انا قاعد اسوق بالسياره ورايح للدوام الموبايل التعيس، الدوام التعيس مو موبايل، لا الدوام التعيس بالنسبه لي. ازرار الثوب مفتوحه، هنا هالات سودة، هالات، شعري كايش، دقيقة مو محلق يا عيال، شكلي حزين حزين حزين. قاعد تشوف المقطع حزين يا قلبي ها؟ ابشرك يا سلطان قدام استقاله. الله يا شيخ. طبعا انا تركت موبايلي شو اسمه ذا، اتنبأت في المستقبل ما ادري ليه. تعرف اللي كذا العب كذا كذا العب، فجأة جاني شعور كذا، جاني شعور يا اخوان علمت فيه اهلي كلهم واللي العب معاهم. قلت لهم والله العظيم وانا احلف لكم من باب الجامعة على باب الوظيفة، ما ادري ليه هذا الشعور جاني، وقلت لهم كثير والله نفس الشيء. الساعة 10 الصباح خلصت اخر اختبار، رحت الساعة 11 ونص كذا، رحت مطعم كبدة، مطعم يمني، نزل المنيو قائمة الطعام كاملة يا قلبي. ايش المنيو؟ نزل لي قائمة الطعام كاملة يا قلبي، والله نزل لك معصوب، ودانا شوربة مرة طعمة مرة طعمة مرة طعمة. سحبت على المعصوب، على العريك، مو عريك، على شو اسمه ذا، على الفول، على كل شيء، على الكبدة. يا عمي طبحت في الشوربة المجانية الضيافة طبعا، والله يا طعمة يا اخوان. وفعلا قلت لك والله العظيم اني بسرور الفنيل يا عمي حتى ما فسخته. صار لي الظهر اخلص موبايل ومقابله موبايلي. تدري كنت اقول لاهلي وفي الدوام، كنت اقول لهم حتى لما كنت بترك موبايلي، حترك موبايلي يا اهلي حلو، حاخذ لي راح شهرين، ما بقدم على وظيفه، ما ابغى شيء، انا بريح. شاء من شاء، زعل من زعل، انا ما يهمني، انا ابغى ارتاح، انا ابغى ارتاح. انا انسان كبير يا عم، دقني بوجهي خليها الناس تتحكم فيني، انا برتاح. كنت اقول لهم شوف انا الحين تركت موبايلي حلو، شهرين كامله حريح، اول ما ابدا اقدم على وظائف ححصل وظيفه وحتوظف عنده. لا ما حتوظف، ححصل وظيفه واسوي معاه مقابل وابدا اجراءات التوظيف على طول. والله ما ادري ليه هذا كله، انا شعور كذا جيني فجأة. وفعلا خلصت الشهرين ما قدمت فيه على ولا وظيفه، اول ما ابدا اقدم وظائف ب10 ايام جتني وظيفه كذا في شركه تسلا وكذا، الشركات هذه ولوسيد كذا. دام جتني وظيفه كذا انه اكون موظف مبيعات كذا، وراتب زين وكذا، ومره حلو في الدمام، وعليها عمولات وعليها كل شيء. لكن ما تمت الامور. لكن ايش الزبده؟ انه ايش؟ انه جاني تنبؤ بالمستقبل مرتين، اني من باب الجامعه لباب الوظيفه، واني حلق وظيفه على طول. لكن الامور ما تمت. كم مره كذا اشوف وظيفه كذا ما تتم الامور، يعني يجي كذا وراتب. يا عيال حصلت وظيفه جنب البيت، جنب البيت دقيقتين بالسياره، 3 دقائق وانا واصل محل اجهزه البي سي. عمي البي سي لعب عندي. العيله تقريبا كل العيله هنا الجمع، يعني اقاربي وكذا واخوياي اللي بيجمعوا بي سيات، انا كنت مشرف عليهم بشكل اساسي. هذا القطع لا، هذا البي سي لا، هذا السعر كويس لا، جيب القطعه الفلانيه. انا كنت مشرف عليهم، انا مره فنان. انا متعلم البي سي يعني من الف للياء من دحماس. يا عم اول تركيبه لي جمعتها مع دحماس، وانا ما قد ركبت بي سي في حياتي، وكل يوم اتابع بثوث وكذا، يعني مره متعلم من دحماس حلو. قلت لهم زي كذا، هذا كلام قلت له ترى لهم في المقابله. قال لي حلو قلت له ممكن اشتغل مثلا في قسم البرامج او قطع البي سي، ما عندك مشكله. من ناحيه البرامج والفورمات وكذا عندنا الهندي شغال، خلاص اشتغل في القطع. عندنا هندي كمان شغال. طب ليش جايبيني طيب اذا في هندي يسوي كل شيء؟ لا محتاجينك سعوده. يلا تمام، الظاهر الراتب 4000 فلوس 5000. يلا ما في مشكله تمام. حيكون دوامك 5 ايام في الاسبوع حلو، 8 ساعات ممتاز طيب، ودوامك شفتين. دقيقه قلت له معلش دقيقه، وقف قطعته معلش. شفتين؟ ايوه شفتين. خلاص هذا الوظيفه بطلت يا عمي. يا اخوان بقول لكم ليش شفتين رفضتها. اول حاجه هذا شيء دمار لصحتك، دمار لنفسيتك، دمار علاقاتك مع الناس، دمار كل شيء. تخيل تداوم من 8 الصباح الى 12 الظهر حلو، معك راحه الى صلاه العصر، راحتك بس 4 ساعات. تخلص صلاه العصر تداوم الى 12 في الليل حلو. اول ما تخلص دوام ركز، اول ما تخلص لازم تنام على طول، تنام على طول، ما تقابل اهلك مسوي، تنام على طول. ليش؟ خلاص دوامك تنام 7 ساعات، تقوم تفتح المحل. حياتك هتكون كذا 8 الصباح ل 12 الظهر، تريح 4 ساعات، 14 الظهر ل 12 في الليل وتنام. حبيبي ما بحياه ذي، ما بحياه. قلت له والله معلش. قال لي انت اثبت نفسك لو اسبوعين، داوم عندنا اسبوعين، اثبت نفسك وافكر.
اشوف اذا انت مره اداء كويس اخليك شفت واحد، احاول ادبر نفسي. قلت له لا والله معليش شكرا. يعني وظيفه يا شفتين، يا انه هذول استخير ما ارتاح لهم ابدا ابدا، ما ارتاح لهم ابدا، ما ارتاح لهم. زي هذه شركه تسلا، يا كنت مرتاح للوظيفه. ثانيه قلت لهم افكر، ثاني يوم جيت ابغى اقديهم الرد، استخرت ونمت، قمت ماني قادر اتنفس يا عيال، ما اقدر اتنفس يا عيال، في شيء كذا خانقني بقوه، والله ما امزح، ماني قادر اتنفس زين يا عيال اتنفس. استخرت مره مرتين ماني قادر اتنفس، والله العظيم ماسك الجوال قاعد اكتب لهم السلام عليكم انا اعتذر عن قبول الوظيفه. ارسلت، الخنقه راحت يا عيال. معناها ايش؟ هذا الشيء مخليه غالبا، والله اول ما ضغطت الارسال راحت الخنقه مني على طول، راحت. فكل وظيفه تجيني ما تتيسر الامور. في يا اخوان قصه لكم نص ساعه جاهزه مو جاهزه والله ما ادري على الكسل حقي متى انزلها لكم. ففي قصه يا اخوان صار لي جحفلي يومين قسم بالله، جننت يا عمي عشان ما اخلص اجراءات. فان شاء الله انزل لكم اذا المقطع هذا جاب 500 الف لايك، قصدي لايك، وانزل لكم القصه الجايه ان شاء الله يا اخوان. عموما يلا يا اخوان، انا حاليا عاطل، ما عندي شيء اسوي في حياتي، انام اصحى اودي اهلي، اهم شيء اني ايش صلاتي على وقتها، بار في امي، وادور على وظائف، الحمد لله هذا اهم شيء. بدون ما اطول عليكم يا اخوان، نشوفكم على خير يا اخوان، مع السلامه.